الفجر. أكتر صلاة بتعدي عليني وساعات ما نحسش بيه، واللي يوجعك إنها مش بس صلاة، دي اختبار. هلا تقوم من عز النوم بس عشان ربنا؟ قررت أعمل تحدي، أصحى للفجر كل يوم لمدة 7 أيام وأشوف هيحصل إيه. مش هقولك النتيجة، ولكن شوفها بنفسك. اليوم الأول صحيت بالعافية، قمت مسكت الموبايل كل شوي أبص في الساعة مستني الأذان يأذن. لما أذن صليت، بعدتي حسيت بحاجة غريبة، مش إنجاز بس راحة، كأني بدأت اليوم قلب نظيف. اليوم الثاني نمت متأخر وكنت شبه متأكد إني مش هصحى أصلي الفجر، بس برضه قلت أظبط المنبه يمكن. صحيت بعد الفجر بساعة، وبصراحة قلت خلاص راحت علي، أكمل نومي وأصلي بعدين. بس قلبي وجعني، مش علشان فاتتني الصلاة، علشان فوتي بيدي. اليوم الثالث نمت بدري وظبطت المنبه، صحيت وصليت وبدأت يومي. ومن أغرب الحاجات اللي حصلت إن اليوم ده كنت فايق فيه جدا وأنجزت بطريقة غريبة. اليوم الرابع أخذت بالأسباب أكتر، قلت لأهلي صحوني ودعيت قبل ما أنام، وفعلا صحيت على صوت المنبه، وراحة اللي حسيتها بعد الصلاة كانت لا توصف. اليوم الخامس سمعت فيديو بيحكي عن أذكار ما قبل النوم، وقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولهم قبل ما ينام. قررت أجرب، قرأت الأذكار، حطيت المنبه وسبت الباقي على ربنا. صحيت على أول أذان وقلبي كان مطمن جدا، واليوم ديتي أنجزت فيه إنجاز كبير جدا. اليوم السادس كان صعب، أرق وإرهاق، ونمت بالعافية ونسيت أضبط المنبه أصلا، وصحيت متأخر. لكن المرة دي حسيت إنه فعلا حاولت بس غلبني التعب. اليوم السابع صحيت على صوت المنبه، كنت مرهق بس قمت وقفت وصليت. حسيت بأني عملت حاجة، عارف إني لسه في البداية، أسبوع واحد مش كفاية، لو وقفت هنا هرجع تاني لنفس اللي كنت عليه. علشان كده قررت أكمل، مش بس عشان أتحدى نفسي، لكن عشان أكون أقرب لربنا كل يوم. لأن في الآخر الفجر ده مش مجرد تحدي، الفجر مقياس حبك الحقيقي لله. وسلام.